علشان نعمل بانيه طري وطعمه حلو قوي، هنضيف معلقه زبادي مع معلقه خل وممكن نص ليمونه بدل الخل جنب البهارات بتاعتنا. هنقلبهم كويس وننزل بيهم بالفراخ ونسيبهم ليله مع بعض في التلاجة او حتى ساعتين. بالنسبه لبديل البيض، فانا عندي شويه دقيق بحط له حته ملح وحته فلفل اسود وبنزل عليه بالميه شويه شويه لحد ما ياخد قوام حلو، مش تقيل ومش خفيف خالص، بس اهم حاجه ما يكونش تقيل. بس كده كل حاجة عندي جاهزة وهسيبها ليلة في التلاجة عشان اسهل على نفسي بس. وتاني يوم هشتغل فيه. النهاردة بقى تاني يوم هتلفاه انزل فيه في بديل البيض، وصدقوني البديل ده حلو جدا وبيخلي الكراست ماسك ومش بيفك منك ومقرمش وتحفة. زي ما انتوا شايفين اهو مفكش مننا ولا اي حاجة وكان طعمه حلو. وبس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.